فلوسي مع مين، كمان بتكسب قد ايه. جبت احسن شركه في العالم تعملها. اول حاجه طبعا 360 ده في التجمع. عندي بقى 190 المبنيه اللي انا وعدك بيها. مش بس تبقى بتدفع كام، احنا بنوفر متطلبات السوق. العقار نفسه كأسد سعره بيزيد. اقوى المطورين في مصر. 3 بنوك عندي يشتروا بالاحجام دي، تيجي تشتري عندي وانت مغمض. الاكزit بلان تتم ازاي؟ البنك العربي الافريقي واخد معايا 32,000 متر اداري. راس المال كده بيتم تهديره. عندنا مشاريع كتير هتفتح في مصر، هديله ديسكاونت على كل الاوفرز اللي اتكلمنا فيها لشركه ألم دي، وان شاء الله. انا عندي برايس ووتر هاوس واخده عندي مبنى. الناس دي لما يبقى معاها اصول بمليارات. نسبه المخاطره والريسك قد ايه؟ كل الاجوبه دي واكتر تم الاجابه عليها دلوقتي. يا سيادة المليونير، سؤال فرق في حياتي كريل استيت ايجنت في بداية حياتي وشغلي مع المستثمرين. كنت دايما بقعد اسأل نفسي هو ليه المستثمرين الحقيقيين تفكيرهم مش مكرر، وليه لما بيجوا يشتروا عقار بيفرق معاهم جدا التوقيت. اسم المطور مهم جدا، وعشان كده جاي النهارده اتكلم عن اختبار الديفلوبر تيست. لما بيجي بيتعمل بالشكل الاتي: انا هحط فلوسي مع مين اللي ماسك فلوسي ومين اللي بيشغلها لي، وبالتالي يبقى قرار امان او في مخاطره عاليه. لما بتيجي تسال نفسك عن المطور بتسال عنده كام مشروع، صلب مشاريع قبل كده ولا لا، وفين المشاريع اللي بينزل بيها. النهارده معايا ومعاكم اسيستنت مانجر، واحد من الناس المحترمه جدا في السوق وبيريبريزنت ديفلوبر، هو من اقوى المطورين في مصر، محمد بيه زكي فروم LMD. يا مساء الفل. مساء الجمال. منورني، ويا رب الحلقه تضيف للكلاينتس وللانفسترز. وشركة ألم دي بالنسبة لي هي الحصان الأسود للماركت ده اللي طاير ومش شايف أي حد. مين ألم دي؟ ألم دي باختصار كده، الشركة دي ابتدت في 2007. الشركة دي كان ليها فيجن مختلف خالص عن أي حد. أنا هفتح شركة أي مستثمر أو أي أند يوزر يجي عندي فلوسه تكبر بان انا اوفر متطلبات اللي السوق بيحتاجها. اللي عليه طلب هو الROI بتاعه بيتحقق واكتر كمان. فلما جينا عملنا قلنا احنا مش هنعمل الشركه دي غير ان احنا بنوفر المتطلبات دي. ليها زي ايه مثلا؟ زي لوكيشن، زي الشركات اللي بتعمل ماستر بلان، زي البراندات والحاجات اللي تفتح معاك، زي خدمات ما بعد البيع، ازاي صيانه والكلام ده. احنا ابتدينا في 2007، عملنا في اليونان، عملنا في اسبانيا، عملنا في دبي. ان شاء الله هنغزو قبرص السنه دي باذن الله. ان شاء الله ده اكسكلوسيف عندك السنه دي. كمان احنا عندنا مشاريع كتير هتفتح في مصر. اول ما ابتدينا كذا مشروع، 360 190 ستيت زويا. انا هقطعك، بس انا من الحاجات اللي بحبها جدا في الشركه دي، انت عارف انا بحب العب لعبه الانفستمنت والاستثمار، ومش فكره تسويق وكلام تسويق. انا الموضوع بالنسبه لي ورقه وقلم وارقام وبورتفوليو، مش هايب ويلا اشتري وخلاص. الشركه بتاعت ألم دي من الشركات اللي بحب قوي فيها فكره ان انا اعرف اخلي الكلاينت ينفست كل الديستنيشنز تقريبا بكل التايبس موجوده في الشركه. انا كنت يعني في فتره من فترات حياتي كنت اقول للسيلز دايما امسك شركه مثلا زي ألم دي عندها كل الوحدات بجميع انواعها في لوكيشنز مختلفه، وابتدي ان انت تشتغل عليها لوحدها كأنك مش بروكر، كأنك سيلز ديفلوبر، هتقفل بأرقام وهتخدم ناس كتير وهتكسب وتكسب. فقول لي مشاريعنا فين وأساميها، وسبيسيفيكلي أنا عايزك تتكلم معاه اللي احنا متفقين عليه، البونبونايه للناس. ماشي. عندنا أول حاجة طبعا 360 ده في التجمع في جولدن سكوير. عندنا زويا في الساحل في قلب غزالة باي كيلو 142. عندنا مايند سيت في الشيخ زايد، وده تحفة لسه لونش جديد قدام مطار سفنكس. عندنا ده كريزة ده، خلي بالك. لا ده في حتة تانية خالص. المتحف الكبير والكلام ده كله، الموضوع هناك هيروح في حتة تانية. وسعر المتر الإداري هناك هنبتدي ب 115. مفيش الكلام ده موجود دلوقتي. صح. أنا عندي في مصر 5 مشاريع تجاري وإداري، 3 طبي و2 سكني وواحد في الساحل. فانت بتتكلم على انفنتوري رهيبه. دي حقيقة. يعني لو واحد عاوز حاجه في الاداري، جه عندي اكتر من اوبشن كانه نزل لف على 3 طبي في التجمع، 3 طبي في التجمع بالظبط، 2 عند الرحاب، 2 عند الرحاب، واحد عند الجولدن وواحد عند الجولدن سكوير. كلام لدكاتره مصر موجه. عندي بقى 190 المبنيه اللي انا وعدك بيها. اولا مكانه زي ما قلت لك احنا بنوفر متطلبات السوق. من اهم حاجه متطلبات السوق ان انت يبقى معاك برايم لوكيشن بجد. كل الناس بتقول انا معايا برايم لوكيشن، بس برايم لوكيشن بجد ده اللوكيشن
اللي ملوش مثيل، اللي لو انا قلت لا مفيش غيري بديل. 190 انا واخد ناصية الدائري اقوى شارع في مصر، عشان كده بتلاقي عليه اعلانات مصر كلها، وناصية شارع التسعين الجنوبي اللي هو اقوى قوة شرائية في مصر زي ما كلنا عارفين. جبت احسن شركة في العالم تعمله. مين هي احسن شركة في العالم؟ مين؟ شركة SOM. دي عاملة علامات العالم كلها، عاملة برج خليفة، عاملة شنغهاي تاور، عاملة الهيد كوارتر بتاع من ديزني. ناحية ايه؟ ماستر بلان. اوكي. واقول لك ليه بقى الماستر بلان دي مهمة جدا. 190 ده هيبقى علامة من علامات العالم. طيب ليه دي بيبقوا مهمين؟ لان هي بتعمل بالمعايير العالمية، تايم كونسيومينج للموظف، الوقت الاستهلاكي، السبيكس المالتي السبيكس بقى بتاعت المالتي ناشونال اللي بتجيب الناس اللي تقدر تستثمر عندك وتقدر تشتغل عندك. وشركات المالتي ناشونال تيجي تأجر عندك، ما يجيش مستثمر ياخد عندي يبوظ عنده إجارة مثلا مع شركة مالتي ناشونال عشان السبيكس عشان ستاندردز. فبيعمل معايير عالمية، تايم كونسيومينج للموظف، الوقت الاستهلاكي، في كام حمام، اكسسبيليتي، الانرجي كونسامشن، الاستهلاك بتاع الطاقة عشان ما يوفر عليه في الاكسبنسز، السيفتي. عاملين حاجة اسمها هيلثي انفايرمنت للموظف، بيئة صحية الموظف يشتغل فيها. عاملين كو اوفيس صغيرة في حتى حاجة اسمها اربن بارك لو عايز يشتغل وسط خضرة، اماكن ريفرشمنت، عصاير، مش عارف ايه. لما جبت شركة كبيرة زي دي واخدت لوكيشن قوي زي ده، بقت الشركات المالتي ناشونال تتهاتف عليا. البنك العربي الافريقي واخد معايا 32,000 متر اداري، CIB واخد معايا تقريبا 8,000 متر اداري، البنك الاهلي نفس الكلام، هات كوارترز، غير البنوك اللي واخده شوروم صغيره 500 متر و600 متر. تخيل لما بقول على 500 متر و600 متر صغيره. عشان انت عندك اكبر مساحات وعنده مساحات مش موجوده في كوميرشال وادمن في التجمع تقريبا بالزبط. كله. انا الوحيد. عشان كده هو بيقول ان ال 500 وال 600 تقريبا شبه صغيره. لان فعلا هو عنده مساحات بتوصل لل 1000 وال 2000 متر تقريبا. ده دور صح؟ ده دور واحد بالظبط. انا عندي حاجات بتوصل 10,000 و12,000 متر. 190 ده بزنس بارك 82 فدان بلوكيشن زي ده وشركه زي دي. جت الشركات، خلي بالك البنوك دي تسهل على اي مستثمر حاجات كتير. البنك ده لما بيشتري مش شخص بيشتري، ده بيكون لجان متخصصه في الاستثمار والعقار بيقعدوا يدرسوا. فلما 3 بنوك عندي يشتروا بالاحجام دي غير البنوك التانية، فمعناها ان انا عندي اكتر من صح. واكتر من لجنه متخصصين في الاستثمار عملوا كل الدراسات اللي اي مستثمر محتاج يعملها. فبتطمنه انت مش محتاج تعمل عندي استثمار، انت تيجي تشتري عندي وانت مغمض، لان انت في ناس اوريدي. بلس ان الناس دي اشترت عندي ما اجرتش. فالناس دي لما يبقى معاها اصول بمليارات في مكان، هي صعب تشتري فعلا، مش اي بروجكت بتدخل تشتري فيه فعلا. تشتري فيه وما بيأجروا. فده دخل في الامبريلا بتاعت اصول البنك. ما شاء الله ذكي من الناس الشاطره جدا 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 في الماركت والقديمه اللي بيعرف يلعب لعبه انفستمنت، بمعنى بياع بيجي يقول لك اشتري. الناس الشاطره في الماركت ده بتعرف تقول لك امتى تخرج وعمليه الاكزيت بلان، فهو استاذ في الحته دي. بما انك اتكلمت في النقطه دي، انا اقول لك حاجه. كان معايا كلاينت كان بيشتري مكتب اداري. اللي متاح في 190 محلات تجاريه، مكاتب، وعندنا براندد ابارتمنتس تبع دبليو اوتيل، ده اللوكسجري اوتيل. انا عندي 3 فنادق تبع ماريوت موجودين معايا. جه من 3 سنين كان موجود عندي احد العملاء المهمين عندي، فهو كان شاري قوي 190 لوكيشن بشركه بحاجات، فكان شايف طبعا ان ده حاجه، والحمد لله مش 190 بس مشاريع كلها كده. فبقول له الROI كنت حاسب له ان هو يأجر سعر المتر ب $20 $25. قعد يضحك وقعد يتريق، قال لي لا $20 وايه $25 استحاله، ده انتوا قدامكم فلان شركه كذا بتبيع بكذا. النهارده احنا بنأجر سعر المتر رسمي من الشركه ب $40 للمتر، زاد 100% بالدولار. مش بستخدم لك بالجنيه المصري وبلعب بالتضخم. نفس الشخص ده لما باجي اقول له النهارده انا جايب لك ايجاره ب $30 او $35، يقول لي لا انا اجر زيكم ب $40. اقول له ده انت $20 و $25 كنت مستكترهم وشايف ان احنا مش هنجيبهم. احنا عايزين نضيف للانفسترز وللمشاهد اللي بيتفرج علينا ايه التايبس ستارتنج المساحات. بس احنا عرفنا التايبس ستارتنج المساحات والاسعار والبيمنت بلان. انت كنت اتكلمت معايا قلت لي احلم بخيالك، عايز 2000 3000 4000 متر، انا 10,000 بالظبط. فعايزك تاخدها معايا كده ايه من يعني بالتدريج كستارتنج مساحات وبرايسز لغايه ما تقول لي ايه اعلى حاجه. انا عندي في 190 المكاتب بتبتدي 80 متر. ماشي. وال80 متر ده ما بيقعدش عندي، ماشي، لان المساحه دي بيبقى عليه ديماند عالي. مكتب واحد او حاجه بيبقى موجود، لان انا ما بعملش حاجات بيعيه
يجي بعد كده المستثمر ما يعرفش يأجرها عشان مساحه صغيره والكلام ده. انا بعمل حاجات فعلا تكسبك. 80 متر ده بيبقى عندي مكتب واحد ولا حاجه وبيختفي، ما بلحقش، لو ما حدش سايب معايا شيك مش هيقعد. بعد كده معاك من 80 متر لحد 10000 متر. وخلي بالك ال 10000 متر مبنى واحد ده تارجت شركات مالتي ناشونال بالظبط، ودبي وامارات وامريكا وده اللي حصل عندي. انا عندي برايس ووتر هاوس واخده عندي مبنى، دي شركه كبيره جدا. برايس ووتر هاوس دي اكبر شركه فاينانس واوديتنج. دي واخده قد ايه؟ دي واخده عندي مبنى على بعضه. سعر المتر عندنا ثابت؟ ما على حسب الاستلام. أوكي. طب ستارتنج؟ الستارتنج عندي 250. اقرب استلام هيبقى سعر المتر اعلى شويه، هيبقى 300. امتى؟ بنتكلم اخر السنه دي بدايه التسليمات. انا في تسليمات خلصت خلاص. انا اوريدي بس دي خلاص ما فيش انفنتوري. بالظبط. الانفنتوري اللي موجود عندي دلوقتي استلام سنه، كمان سنه. نكست كمان سنه اب تو 4 سنين استلامات. اوكي. بيمنت بلان على حسب الفيز اللي احنا بناخد فيها. بيمنت بلان احنا عاملين اوفر دلوقتي، بيمنت بلان 5/8. ممكن بالنسبه لناس كتير 5/8 جديد. البيمنت دي اتعدلت تقريبا. احنا كنا في لسه متعدله 5/8. بس احنا الحمد لله احنا بنعمل حاجه جميله جدا. ايه بقى؟ الناس دلوقتي الشركه دي تنزل ب 10 سنين، الشركه الثانيه تعلي عليها ب 12 سنه، ب 15 سنه. ده انت مش محتاج تعمل كده عشان ده ضر المستثمر وضر المستثمر. انا لو عملت كده انا بضر الريسيل وبضر المستثمرين. اللي اشترى في اللونش الاولاني والثاني لا، انت البرودكت اللي يستاهل ما بيعملش كده. واللي عنده فاليو وعنده ويت، وزن حقيقي واسيت حقيقي، هو متاكد هو فعلا فاليو حقيقي هيضيف للكلاينت، ما بيعملش الكلام ده خالص، ولا يزود في بيمنت بلانز ولا الحاجات دي. بالظبط. فدي حقيقه. انت 5% على 8 سنين. اوكي. وزي ما انت عارف يا شيخ وقدرنا نكسب الناس معانا فلوس، وهو ده اللي على الرنتنج فيز بتاعتنا في 190 جامد. في اكزيت سيناريو زي ما احنا كنا بنتكلم طبعا، وده اهم حاجه عندي للمستثمر. بحب ايه استخدمها مدارس. عاده انا بحب الريسيل، ان انا الراجل يشتري وبعد كده يعمل فليب او يعمل ريسيل قدام شويه في ريزيدنشال. ليه؟ قول لي توقيت. في التوقيت مع الاستلام. صح. ليه بقى؟ لان انا قلت لكم استاذ ده اكبر مثال ان الشركه الكبيره السيلز ديفلوبر بتاعها ما بيبقاش بس سيلز ديفلوبر، بيبقى كمان ايجنت واكسبرت فاهم عمليه الاكزيت بلان. وده اللي اتكلمت مع حضراتكم فيه في اول الحلقه. خلي بالك معظم اللي بيخش في اللونشز دولت ما بيكونوش اند يوزرز. ده بيكون مستثمر بيخش هو في اللونش. اند يوزر بيبقى بيدور على حاجه يسكن فيها دلوقتي، فطبعا قليل طبعا، ما زي ما اتفقنا ان دي مش قاعده ثابته يعني. فبيجي المستثمر بعد ما يستلم المفتاح يعمل ايه؟ يبيع للي عاوز يروح يسكن على طول، بس مش عاوز يدفع فلوس كلها، عاوز يبقى لسه عليه اقساط ويقدر يسهل على نفسه. كوميرشال بقى لعبه ثانيه خالص. إيجار. انا بحب العب فيها إيجار. ده الاكزيت بتاعه حرام، انت معاك الفرخه اللي بتبيض البيضه الذهب. صح. ويبقى الابريشيشن مع التوقيت بيزيد بالظبط، والايجار بيطلع اكوتي معين بيغطي معايا الاقساط، وفي نفس الوقت العقار نفسه كاسيت سعره بيزيد. بالظبط. وفي فتره صح. مع الوقت انت خلاص هتبطل تدفع اقساط، هتبقى فلوس صافيه داخله. 190 ده انا معظم الحاجات بلقات. انا عندي كذا شركه واخده مباني. انا تركيش ايرلاين لاول مره تاخد عندي، واخده عندي 2000 متر لاول مره تشتري في مصر، وهي بتاجر عدد. دي حقيقه. انا مشتريه ليه؟ الناس دي كلها شايفه اسيت وفلوس هتكبر، مكان يليق بيهم بموظفيهم بمديرينهم بالظبط. والناس دي بتفكر انتو ديتيلز جدا يعني. لا ده كلامك صح. اقل دين من دول بيقعد 6 شهور. الناس دي ما بتشتريش في يوم وليله. بينج بونج لحد نيجوشيشنز بقى، لحد ما نشوف احنا ايه اللي نقدر نوفره صح، تبقى وين وين سيتويشن. مش بس كده، انا عاوز اقول لك على حاجه. احنا في الكوميرشال احنا عندنا حاجات كتير يعني. احنا في 190 كنا عاملين مباني كبيره، الدور لوحده 1500 متر 2000 متر، المبنى 10000 و8000 و12000 متر. عملنا بعد كده مثلا عند ستيت في الرحاب، لقينا ان في ناس كتير بيجي يشتري عندي مثلا ايه 1500 متر وبياخدوا دور. طب انا عاوزه مبنى، قمت انا عامل حاجه زي كده عند ستيت عند الرحاب، في اكتر حته عايشه في التجمع كله. انا بحب ستيت جدا لان تقريبا في كل التايبس حرفيا بقى يعني، ريزيدنشال سيرفيس دو اوتيل ابارتمنتس كوميرشال ادمن اوتيلات. ما بشوفوش كومباوند على قد ما بشوفه هو مدينه متكامله بكل خدماتها، وجيتد ودبل جيتد جوه. ستيت 550 فدان 380 فدان فيلل بس دبل جيتد زي ما انت قلت، وميه ووتر فيتشرز والكلام ده كله. وعندي 170 فدان كوميرشال، ده في منتجات عليها طلب في السوق ومش موجوده في السوق، انا نزلت بيها. عندي حاجه اسمها اوفيس فيلا. اوفيس فيلا ده مبنى اداري بيبتدي من 630 متر، محدش كان عنده الجرأه. ده في منه، ده اتعمل له لونش لوحده. وده اتعمل له اوت دورز لوحده. عارف ليه؟ موجود في منه هنا اهو في مصر، بس مش كتير في الحتت البعيده، لان محدش عنده القوه ان هو يعمل بروجكت زي ده. لان بروجكت زي ده
انت بتهدر مساحه عندك في سبيل ان انت تقدم كواليتي. الاوفيس فيلا بتبقى مساحتها كام وسعرها بيبتدي كام؟ من 630 متر معاك لحد 945 متر. وسعر المتر كام بيبتدي من اول كام؟ 150,000. اي حد هيقول لك لما اعمل حاجه زي الاوفيس فيلا دي هعوض المساحه اللي انا هدرت فيها في سعر المتر. انا ما عملتش كده، لان انا بقدم كواليتي، انا بقدم حاجه السوق محتاجها. دي برضو البيمنت بلان بتاعتها 5/8. استلام سنتين. يعني انت بتستلم وانت دافع كام في المية من ثمن الوحده؟ ما تكملش 30% من ثمن الوحده. المطور الكبير دايما والمستثمر الكبير برضو دايما يروح يفكر يقول لك هو المطور ده النهارده هل يحافظ على راس مالي ولا لا؟ راس المال كده بيتم تهديره ولا لا؟ نسبه المخاطره والريسك قد ايه؟ الاكزيت بلان تتم ازاي؟ كل الاجوبه دي واكتر تم الاجابه عليها دلوقتي. وكمان لما تيجي از انفستر وتقعد علشان يتعمل لك بلان تبقى واضحه ليك وخطه ثراء تضيف لراس المال بتاعك، مش بس تبقى بتدفع كام، كمان بتكسب قد ايه وبيرجع لك قد ايه، فده بيفرق. ريل استيت شو موجود علشان خاطر لو انت مستثمر وبتدور على فرصة حقيقية تابعنا، وده يشرفني. والاهم لو انت مطور وشايف ان عندك منتج يستاهل فعلا يضيف للناس ويضيف للماركت، فاهلا بيك، بابنا مفتوح. ابعت لي كلمة بارتنر او كلمة انفست ونبدأ شغل سوا. ولان ده ريل استيت شو ما بتقبلش الا الكبار، LMD نورتني النهاردة من خلال الاسيستنت مانجر المحترم محمد بيزكي. لو حابب تقول لنا اي حاجة في الاخر قبل ما اقول لكم على اوفر اكسكلوزيف من محمد الشيخ. يا شيخ والله يعني انا اتشرفت النهارده ان انا كنت معاك حبيبي. انت علامه من علامات الريل استيت. الاكسكلوزيف اوفر اللي اتفرج على الحلقه الاخيره يتصل بيا دايركت في الموبايل، هديله ديسكاونت على كل الاوفرز اللي اتكلمنا فيها لشركه LMD، وان شاء الله نعمل اكسبشن كيسز محترمه ونديكوا اوفرز تساعدكم كمستثمرين في ان انتوا تكسبوا فعلا فلوس. ولو انت اند يوزر وحابب تسكن مع مطور كبير، فنتمنى نكون جزء من رحلتك في حياتك وتكوين اسرتك وبيتك. شكرا على وقت معاليك الغالي اللي ما يتقدرش بتمن. اسمع صوتك يا رب دايما على خير. كل سنة وانتم طيبين.